عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني. إذن اليوم عندنا واحد موضوع خاص بالميكانيك، يعني الدرس اللي يتعلق ب تطبيق القانون الثاني لنيوتن. إذا فهو من الدروس المهمة التي تأخذ مجموعة من النقاط لا بأس بها في الامتحان الوطني. إذا الموضوع تظهرونه الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته، فهو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الذي هو أنا الآن أمامكم. إذا نعتبر الحركة المستقيمة للأجسام الكتلية على مستوى مائل أو في الهواء من أهم أنواع الحركات التي تتم على بعد واحد. إذا يهدف هذا التمرين إلى تحديد كتلة جسم صلب نعتبره نقطيا بطريقتين مختلفتين. إذا عقب حركته في منحدر ثم عند حركته شاقوليا أي رأسيا في الهواء. إذا عندنا التسارع جي إيكال 10 متر بار سكوند كاري. إذا أولا الحركة على منحدر AB. إذا ينسحب جسم صلب S وفق مستوى مائل زاوية ميله هي 30 درجة ابتداء من الموضع A بدون سرعة ابتدائية ليصل إلى الموضع B بسرعة VB تحت تأثير قوة جر F. يمكن تغيير شدتها حيث يصنع حاملها زاوية ثابتة بيتا 60 درجة مع المستوى المائل كما ترون في الشكل. إذا نعتبر قوى الاحتكاك مع المستوى تكافئ قوة واحدة F شدتها ثابتة معاكسة لجهة الحركة، أي أن هناك احتكاك. إذا نكرر التجربة بقيم مختلفة لشدة القوة F، ونحسب في كل تجربة الزمن اللازم لقطع المسافة AB إيكال 2 متر. النتائج المتحصل عليها مكنتنا من رسم المنحنى البياني A بدلالة F، والذي يمثل تغيرات تسارع A بدلالة شدة القوة F الموضح في الشكل جوج. إذا أول سؤال هو مثل القوى الخارجية المؤثرة على الكرية خلال حركتها. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن عبارة التسارع تكتب على الشكل التالي كما ترونها أمامكم. حدد أو أوجد العبارة اللحظية للفاصلة X، ويعني الفاصلة هنا يعني المحور ديال الأفاصيل، يعني حركة X selon l'axe des X. إذا بالاعتماد على البيان الشكل الثاني أوجد ما يلي: قيمة الكتلة M وشدة قوة الاحتكاك، شدة قوة الجر التي من أجلها تكون حركة مركز عطالة الجسم أي المركز سونتر دو غرافيتي جي مستقيمية منتظمة. حدد سرعة الجسم S عند الموضع B في حالة F إيكال 2 نيوتن. إذا بتطبيق مبدأ انحفاض الطاقة على الجملة S الجسم S تحقق من قيمة سرعة الجسم S عند الموضع B. هذا فيما يخص الجزء الأول. إذا الجزء الثاني هو كالتالي. إذا الدراسة أو مكان، إذا عندنا الدراسة من التي نشوف هنا نكون من ارتفاع، نعم الجزء الثاني كما ترون من ارتفاع H من سطح الأرض في اللحظة التي تساوي صفر نترك الجسم ليسقط شاقوليا دون سرعة ابتدائية من الموضع O لمبدأ المعلم الشاقولي أو الرأسي الموجه في نفس حركة OZ، حيث يخضع الجسم أثناء سقوطه لقوة احتكاك مع الهواء F إيكال موان كافي، حيث K إيكال 0.1 في السيستم انترناسيونال واللي هو معامل الاحتكاك. نهمل دافعة أرخميدس. إذا الدراسة التجريبية مكنتنا كذلك من رسم المنحنى A بدلالة السرعة. إذا الأسئلة عطونا قالك بين أن المعادلة التفاضلية تكتب على الشكل دي في سور دي تي إيكال A بلس A في إيكال B، حيث A و B ثابت يطلب تعيين عبارتيهما. اعتمادا على بيان الشكل أوجد قيمة السرعة الحدية. التسارع A0 ثابتة الزمن T، ثم استنتج قيمة الكتلة M ممكن مقارنتها مع سابقتها. إذا تلاحظوا بأن هذا التمرين فهو موضوع جد مهم تم اختياره نظرا لأهمية الأسئلة التي يطرحها. إذا بالنسبة لكم أنتم يمكنكم توقفوا الفيديو وتأخذوا الوقت الكافي لقراءته والتمعن في مختلف الأسئلة. إذا الآن أنا سأمر إلى الأجوبة. إذا فيما يخص السؤال الأول أو مثل القوى المؤثرة على الكرة. إذا فكما ترون الكرة فهي تخضع أولا للقوة F وكذلك تخضع لوزنها. إذا نعتبر هذا هو المركز G.
إذا أعتذر إذا كان الرسم طبيعة الحال نحتاج إلى مسطرة. إذا أنا على كل هنا أعطيكم غروسو مودو لأن أعتذر. إذا هذه هي بي. إذا تلاحظوا بأن بي نورمالمون تكون عمودية على السطح. إذا تلاحظوا بأن هذا كان هذا هو المحور أو إيكغيك. إذا بما أن هناك احتكاك، إذا فالسرعة، إذا فعندنا الاتجاه ديال الحركة فهو في هذا الاتجاه. إذا فالفلوتمون غتكون ار هي هذه. إذا فعندها جوج ديال كومبوزونت. إذا كاين كومبوزون سويفون هذا غنسميوها اف فورس دو فلوتمون، وهذه لا رياكسيون نورمال. إذا هاد الأمور خصكم تكونوا عارفينها. إذا عندنا هاد اف اللي كتشوفوها الآن أمامكم. هذا بالنسبة للتمثيل ديال القوى. إذا السؤال الذي يليه وهو بتطبيق القانون الثاني. إذا ماذا يقول هذا القانون؟ تيقول لك بأن المجموع القوى المطبقة على جسم اس فهي تساوي ام ا بيان سور ديال السونتر جي، ما عليناش. إذا درنا إسقاط، إذا قمنا بإسقاط هذه العبارة على المحور x بريم، إذا تلاحظوا بأن P ستكون عندها واحد الإحداثية اللي هي في معاكسة لطبيعة الحال x بريم. ما ننساوش بأن x بريم فوالا الاتجاه ديال الحركة. إذا غتكون عندنا هنا هي موان P، دونك هي موان ام جي سينيس دو الفا، دونك بلوس لا فورس اف فهي في اتجاه اكس، ولكن خاصنا نديرو احداثيه هي اف كوس دو بيتا. دونك فوالا بلوس، ولكن لا فورس دو فورسمون فهي اتجاه معاكس، دونك هي موان اف. تو سا ايكال ام ا. اذا من خلال هاد العباره يمكننا تحديد l'accélération. إذا l'accélération, il suffit de diviser le tout par m, c'est-à-dire voilà غتعطينا f sur donc f cosinus de bêta sur m moins f sur m moins g sinus de alpha, c'est-à-dire cos f cos de bêta sur m, si vous voulez, moins, donc si je fais entre parenthèses j'ouvre l'autre, g sinus de alpha plus f sur m. إذا تلاحظوا بأنها هي العبارة التي يريد التأكد منها. إذا فوالا أوجد العبارة اللحظية x دو t. إذا تعلمون جيدا بأن x دو t على حسب الدرس اللي هي ماذا هي 1 demi a t au carré plus v0 t plus x0. ماذا نعني ب v0؟ هي السرعة البدئية التي انطلق منها الجسم هي في عند اللحظة اللي هي تساوي صفر، إلا أنها بدون سرعة بدئية. كذلك المعلم اللي غادي ناخذ الأصل ديالو هو a. إذا x0 إيكال a0، وبالتالي x دو t غتكون هي ماذا؟ هي 1 demi a t au carré، c'est-à-dire 1 demi. Donc avec a هي cosinus de bêta sur m fois f moins g sinus de alpha plus f sur m, tout ça fois t au carré. إذن هذا فيما يخص السؤال الأول. نمشيو دابا الآن السؤال الذي يليه اللي هو عطاونا بالاعتماد على البيان أوجد قيمة الكتلة. إذن البيان كما ترونه فهو يعبر عن ماذا؟ عن تسارع بدلالة القوة، يعني أن لا فونكسيون أو إن بغينا نقولوا الدالة أ بدلالة ان فهي عبارة عن دالة تآلفية لأنها لا تمر من أصل المعلم. إذا كانت دالة تآلفية يمكن كتابتها، أي العبارة كتابتها على الشكل التالي، اللي هي غنديرو بأن أ هي كوا؟ هي أ
plus B. Avec A est une constante. Donc, هادشي كله عندنا شنو هو pardon. Donc, عندنا هي cos de bêta sur M fois F moins, on a dit, G sinus de alpha plus F sur M. C'est-à-dire que A, بالنسبة لنا حنايا شنو هي cosinus de bêta sur M. وعندنا B, c'est quoi? C'est moins G sinus de alpha moins F sur M. Donc c'est bien ça. إذن كيفاش غادي نحدو هاد لا كونستانت A؟ إذن بطبيعة الحال تعتبروا بأن هاد A هو المعامل الموجه للدالة F A en fonction de N، وبالتالي يمكن إيجاده. تعرفوا بأن الطريقة هي دلتا دو A sur دلتا دو F. يكفي أن ناخذ جوج نقاط. إذن شنو هما هاد النقاط اللي يمكن لنا ناخذو مثلا بالنسبة للنقاط المضبوطة، يعني هاد النقطة هادي اللي هي 4. إذن عندنا 4 ولا خدينا هاد النقطة هادي كذلك ممكن ياخذوها. إذن بالنسبة لهادي غنديرو دوك هي 4 ناقص هاد النقطة هادي، فهي تعبر عن A إيكال 0. إذن ما يوافق 4 تلاحظوا بأن درنا الإسقاط ديال هادي غتعطينا جوج، دونك غندير جوج. وما يناسب هاد النقطة هادي تلاحظوا بأن هناك جوج تدريجات. إذن هاد الأمور خاصكم تركزوا عليها بزاف أيها الطلبة، لأن أغلبية يوقعوا في الخطأ. إذن بالنسبة لهاد الخطوة هادي فهي 1. إذن 1 لا نقسموها على جاي نحسبوا شحال من تدريجة، كاين 10 تدريجات، يعني أن كل تدريجة فهي تأخذ قيمة 1 على 10، يعني 0.1. إذا هنا عندنا جوج تدريجات، عندنا 0.1 مضروبة في جوج هي 0.2، إضافة إلى 1 غتولي هي 1. إذا فاصلة جوج. أنا أؤكد على هذه المسألة لأن خاص الطلبة يعرفوا الأمور. إذا غتبقى عندنا هي 4 ديفيزي باغ، دونك سا دون 0,8 je pense, voilà 0,8. Donc c'est quoi? C'est 5 mètres par mètre seconde moins 2 لأن l'accélération. et F c'est quoi? c'est نيوتن moins 1. ما تنساوش هاد الوحدات. إذن فوالا dire que هنا من هنا يمكن لنا نستنتجو قبل ما نستنتجو M، ممكن نحط طريقة هنا. إذا غنديرو M بالنسبة لنا شنو هي؟ إذا M c'est quoi? M c'est cosinus de bêta sur A, c'est-à-dire cosinus de 60 degrés que je divise par 5. Là, ça fait 0,5 sur 5, donc c'est 0,1 kg. Donc هنا بطبيعة الحال وجدنا سميتو قيمة الكتلة M، لأن مازال باقي خصنا ناخدو شدة قوة الاحتكاك. إذا غادي ناخدو هاد الأمور هادي، غنمشيو نعاودو نرجع لهاد العلاقة بأن عندنا منساش بأن جي بوزي A égale à cos de bêta sur N. Donc c'est-à-dire que j'ai dit que A égale à A fois F plus B. إذا j'ai déterminé A قلت لك هي cosinus de bêta sur M، وعندنا B. إذا كيفاش غادي نوجدوا القيمة ديال B؟ إذا تلاحظوا ممكن هنا نوجدوها بطريقة سهلة، وهي نرجعوا للمنحنى. إذا تلاحظوا بأن بالنسبة ل F إيكال 2 نيوتن عندنا A إيكال à 4. إذا غنكتبها هذه المسألة هذه. دونك بوغ إذا بالنسبة لي F إيكال à 2 نيوتن لدينا A إيكال à 4 متر بار سكوند أو كاري. إذا من خلال هذا التعبير هذا حنا شفنا الهدف ديالنا هو دو تروفي بي. دونك بي سي كوا؟ سي A موان A fois F. Alors A était égal à quoi? Est égal à 4. Moins A, c'est déjà fait. Donc c'est 5. Et il me reste F, c'est quoi? C'est 2. Donc ça fait 4 moins 10. Donc ça fait moins 6. Donc c'est-à-dire que l'expression de A, ça devient A. Donc c'est 5F moins 6.
دونك سي اف موان 6. اذا عقلوا هاد الاكسبريسيون هادي غتسهل علينا بزاف الامور. اذا بقى لنا اذا بوغ اف، اذا الا بغينا نقلبوا على لا فورس دو نيوتن باردون لا فورس دو فلوتمون، اون ا اف سور ام. دونك لان هاد ليكسبريسيون ديال بي، شنو هي بي؟ سي كوا؟ سي موان جي بلس جي سينيس دو الفا بلس اف سور ام. دونك نتساوش بان بي هي قلنا هي موان 6، سيتادير كو جي سينيس دو الفا plus f sur m égale à 6. Autrement dit, f sur m est égal à 6 moins g sinus de alpha. C'est-à-dire 6 moins g, c'est 10 fois 0,5. Donc ça fait 1. Et là, ça veut dire que f, donc ça sera est égal à m fois 1. C'est-à-dire m est égal à 0,1 fois 1. Donc la force en newton, bien sûr, f c'est qu'on en newton. Donc voilà, on a donc déterminé l'intensité de la force. إذا اش بقى شي أسئلة أخرى؟ إذا بتطبيق القانون، إذا اعتمادا على الكتلة وF، ما هي شدة القوة F' التي من أجلها تكون حركة عطارد الجسم مستقيمية منتظمة؟ إذا بغيت نقولوا مستقيمية منتظمة يعني أن خص تكون لاكسيليراسيون تكون إيكال زيرو، بمعنى أن السرعة غتكون ثابتة. إذا عندما أقول A égale à 0, ça veut dire que l'expression de l'accélération c'est quoi? C'était AF plus B. إذا هاد لا فورس غتكون نسميوها AF' égale à 0. إذا هنا الهدف ديالنا هو trouver F'. Donc F' sera moins B sur A. إذا بالنسبة اللي رجعت معكم سميتو المنحنى، تلاحظوا بأن باش تكون لاكسيليراسيون نول تتكون في هاد النقطة بالذات. دونك هاد النقطة هادي شنو هي؟ هي 1,2 نيوتن. إذا نكتبوا إذا فوالا، إذا نرجعوا نكتبوا هاد الجملة هادي. إذا لاكسيليراسيون اي نول، أ اي نول، يعني أن اف بريم من خلال المنحنى بطبيعة الحال هي 1,2 نيوتن. الآن حدد سرعة الجسم، السرعة ديال الجسم سرعة الجسم عند الموضع B. إذا إلا خدينا كمثال، إلا خدينا F إيكال 2 نيوتن، دونك قلنا بأن لاكسيليراسيون سيتي إيكال 4 متر باغ سكوند أو كاري. إذا كاين هنا بعض الأحيان كاين طرق عدة باش نطبقو. كاين الطريقة يا إما من خلال الإكس دو تي ونلقاو لو تي ونرجعو نلقاو لا فيتيس، او نخدمو بالطريقه اللي هي ديال العلاقه المستقله ديال من خلال الزمن. هي تنقول مثلا ان السرعه عند بي موان السرعه عند ا او كاري اتيكال 2 ا فوا لا ديستونس ا بي. تنظن بانكم تعرفوا هذه العلاقه فهي مهمه. اذا اللي بغى كاين دو ميثود بور ديتيرميني لا فيتيس. اذا هنا لا فيتيس ايكال 0، دونك من هنا غنستخرج لا فيتيس دو بي اللي هي غتكون هي 2 ا فوا ا بي en racine. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 2. L'accélération, on a trouvé c'est 4. Et AB, c'était égal à 2. Donc, c'est racine de 16. Donc, c'est 4 mètres par seconde. قلت بأن هذه طريقة، ويمكن استعمال الطريقة الأخرى من خلال x de t. إذا عندنا x de t ومنها تخرج له t بطبيعة الحال وترجع تلقى السرعة، لأن السرعة شنو هي at. دونك من هذه طريقة أخرى يمكنكم تستعملوها وغتلقاو نفس النتيجة. الآن غادي نمروا الجزء الثاني اللي هو قال لك من ارتفاع اش مسطحي كذا. عطاونا هاد المعطيات، تنظن بأنها سنستعملها في إنجاز بقية التمارين. إذا قال لك نهمل طبيعة الحال دافعة أرخميدس. إذا السؤال اللي هو ماذا؟ أولا خصنا فوالا عندي هنا الورقة، يعني نشوف السؤال المطروح. إذا عندنا الدراسة قال لك مكنتنا من رسم المنحنى بتطبيق قانون نيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية تكتب على الشكل التالي. إذا عندنا الملقاة هي كذلك هنا. إذا من خلال
الرسم او من خلال الشكل، فعندنا ما هي القوى اللي عندنا؟ دائما غنطبقوا القانون الثاني ديال نيوتن، هو somme de force égale ma. اذا اولا لابد من كتابه هذه القوى. اذا فالجسم نقولوا اس فهو خاضع، اذا خاضع لاي قوه، اذا خاضع للقوتين اف اللي هي تأثير الهواء، ثم بالنسبة P فهو وزنه، أو نقول تأثير الأرض. إذا من خلال هذه القوتين نعود فنكتب قانون ثاني نيوتن، وهو أن P plus F égale ma. إذا بالنسبة للبوا ففي اتجاهها نحو الأسفل، إلا خدينا بطبيعة الحال الاتجاه أو زد نحو الأسفل، غتبقى عندنا موان ك في إيكال ام دي في سور دي تي. C'est-à-dire que dv sur dt plus k sur m v égale ag. إذا هنا يمكن اعتبار a اللي عطاوناه هما هي k sur m و b هي g، لتكون عندنا العلاقة dv sur dt plus av égale ab. إذا اعتمادا على البيان أوجد ما يلي. أولا قيمة السرعة الحدية. إذا ماذا نقصد بالسرعة الحدية؟ هي السرعة التي تكون ثابتة، يعني يأخذ واحد وقت معين فتصبح السرعة ثابتة. إذا عندما تصبح هذه السرعة ثابتة يعني إن كونستانت اللي هي لا فيتيس ليميت، سافو دير إلا كانت لا فيتيس ليميت كونستانت سافو دير دي في سور دي تي إيكال زيرو، وبالتالي غتصبح هذا التعبير غيصبح هو أ في ليميت إيكال أ بي، يعني أن في ليميت إيكال بي سور أ. إذا من خلال المنحنى قلنا هي غتكون لاكسيليراسيون اي نول. دونك كي دير لاكسيليراسيون نول سا كوريسبون ا هاد لو بوين هادي اللي عندنا هنا. دونك هاد لو بوين تقاطع المنحنى مع محور الافاصيل، فهو يؤكد لنا ان في هذه النقطه بالذات ان اكسيليراسيون اي نول. وهذه النقطه شنو هي 10. دونك 10 متر بار سكوند، مما يعني ان في ليميت هي 10 متر بار سكوند. السؤال الموالي التسارع البدئي أو الابتدائي. إذا التسارع البدئي هو أ0. إذا عندما أقول أ0 فهو يوافق السرعة البدئية اللي هي تساوي الصفر. إذا من خلال المنحنى عندما تكون في إيكال 0، دونك فوالا هذه هي لاكسيلاسيون الموافقة. دونك 2.5، دونك هنا غتكون 5، هنا غتكون بطبيعة الحال 10 متر بار سكوند كاري، يعني أن أ0 إيكال كوا إيكال 10 متر بار سكوند كاري، بطبيعة الحال هي جي. إذا قلنا ثابتة الزمن الضوء والمميز السقوط، ثم أثبت تجانس هذا المغناطيس، ثم استنتج قيمة ام. إذا ناخذ واحد الورقة هنا إلا كانت هنا. دونك سي بيان عندنا لدينا ان سور طو إيتيكال ك سور ام، يعني أن طو إيكال كوا إيتيكال ام sur K. Et donc pour une vitesse limite, et donc c'est-à-dire la vitesse constante, on aura K sur M, la vitesse limite égale à G. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 1 sur tau fois V limite égale à G. وبالتالي من هنا نستنتج tau. Donc c'est la vitesse limite sur G. Connaissons la vitesse limite, c'est 10 sur 10, donc c'est 1 seconde. Donc voilà tau. إذا بالنسبة للتجانس ديال هذا عندنا من خلال المعادلة عندنا دي في سور دي تي بلس 1 سور طو فوا في إيكال أ جي. سيتادير بأن دي في سور دي تي غادي يكون بطبيعة الحال هو لا ديمونسيون سي فولي دو في سور لا ديمونسيون دو طو sera la dimension de G. Autrement dit, donc dv sur dt égale à v sur tau. إذا من خلال هاد l'écriture هذه، donc dv sur dt، donc dv c'est quoi? C'est la vitesse, c'est-à-dire que dv donc هي
la dimension ديال v و dt la dimension ديالها هي le temps sera هو la dimension ديال taux. donc c'est bien sûr en seconde. donc voilà هناك تجانس طبيعة الحال. إذا بالنسبة للسؤال الأخير هو détermination de m لدينا m est égal à k fois taux. donc c'est-à-dire que m est égal à 0,1 fois 1, donc c'est 0,1 kg. donc voilà نكون هنا انهينا الموضوع. تلاحظوا بأن m الموجودة بالطريقة الأولى هي نفسها الموجودة بالطريقة الثانية. donc voilà هذا هو الموضوع، فهو موضوع جد مهم. أتمنى أن يكون التفسير لهذه الأشياء مبسط ومعروف ومفهوم لدى الجميع. إذا هناك بعض التمارين سبق لي وأن أطرحتها في فيديوهات سابقة، اللي بغى يشوفها اللي هي صعبة باللغة الفرنسية أو اللغة العربية يمكنه الدخول عندي في القناة باك أون بوش ويمشي ديريكتيمون لا بلاي ليست، غيوجد هناك مجموعة من التمارين المهمة. إذا أتمنى أن لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.